مجموعة من الأحفاد قرروا مفاجأة جدتهم القدوم لزيارتها بالمنزل. أصغر واحد فيهم عمره 6 أشهر والأكبر عمره 19. صدقني إن هذه اللحظة بالنسبة للجدة قد تكون أسعد لحظة بحياتها. المال والبنون أجمل ما في الحياة. شوفوا شعور الجدة. Medicines, right? No. No. Can we sleep here? Can we sleep here? Yes? Yes? Sleep here? والله ما ودي أبعص عليكم الفيديو، بس ماني عارف كيف فتحت الباب بدون لا تسأل من عند الباب. رغم أن الوقت متأخر جتني شكوك أن الفيديو مخطط له. الله يسعد أوقاتكم كل خير. هذا كان الفيديو الأول بمقطعنا اليوم. تعليقاتكم جدا تسعدني وتسر خاطري. ما أبي أطول عليكم، خلوكم مع باقي المقاطع. ثانيا، نجوا بأعجوبة. هذا الرجل يمشي سرعة 230 على جيب ومعاه والدته. المفاجأة أنه كان يستخدم الجوال وخرج عن الطريق. شوفوا هيك الشهر الرابع. شو ذا يجيك صار بالكامل؟ شو كم كان يمشي؟ 230. طبعا حرفيا الموتر تالف وغالبا انه من قلبه واضح طامة تنده. الحمد لله على السلامة. ثالثا، حرفيا هذا الفيديو راح يصدمك. الشخص يتحدث ويتناقش ويتفاهم مع خروف. اوكي، يوجد حيوانات نوعا ما فيه امل تفهم، مثل القرد ومثل الببغاء ومثل الكلب المدرب عزكم الله، بس خروف ما قد صارت. شوفوا لا برضو ما تطلع الجعر هاي زي شلبي. ايوه. في الفيديو حكمة خفية. احيانا التفاهم مع الحيوانات اسهل من البشر. رابعا، تخيل ان هذا المصور حصل رجل يصارع الموت. حصل شاب سوداني ميت عطش، الا ان المصور باشر باسقاء الشاب الماء، مما جعل الشاب يبكي فرح ويبكي الم بنفس الوقت. اختلاط مشاعر. شوفوا. افتح خشمك. اشرب شوي اشرب شوي اشرب بول نعرفه باي انت سوداني. انا يا البلاد الله ما اعرف اشكرك. اشرب شوي. لا ما تبكي ما تبكي يا اخويا، ما تبكي. اشرب اشرب ولا اشرب عندنا مويه قاعد السيارة معبي قاعد. اشرب شوي. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدقني إن العطش لا تستطيع النفس تحمله. واضح من شكل الشاب إنه عاش أسوأ لحظات حياته بهذا المكان، ولكن الله كتب له عمر جديد. خامسا، رجل باكستاني يحمل 8 أحجار خرسانية. والله ما شاء الله شاحن ما هو إنسان. معروف أن العرق الباكستاني والأفغاني من أقوى الأعراق، ولكن عيوني ما صدقت هذا الفيديو. الرجل يخرج ماكينة من قلب السيارة. اللي فاهمين حجم الماكينة يعرفون أن هذا الرجل خارق. الماكينة مستحيل تشيلها إلا بأداة تدعى حامل توظيف، ولكن بكل الأحوال مع تقدم العمر جميعهم راح تتأثر عمدتهم الفقرية. طاوة الناس تلعب تنبسط تتمشى أنا عندي الجثث هنا بقسم. يا الله. هذا كم مقطعنا اليوم. إن شاء الله كان خفيف وبسيط وسريع ومختصر، واتمنى أنه مشالك وقتك. بس أشكرك على المشاهدة ومع السلامة.